السلام عليكم اصدقائي. اليوم غادي نوضع لكم واحد الفيديو. الخدمه اللي بغات توضعها في النصف طوق، وكذلك ممكن توضعوها في الحاشيه ديال الاكمام. ممكن تلصقوها غير بالحرير والابره، تلصقوها فوق الثوب. فهنا تكونات عندنا السلسله الاولى، 2 3 4 5. هنا من بعد ما تكونات عندنا خمسة السلاسل، غنرجعو ونوضعو عمود في السلسله الثانيه. هنا السلسله الاولى، من بعد غنوريكم علاش انا خليتها فارغه. نكونوا هذا العمود هذا وغندوروا هذه الخدمه ونرتفعوا 1 2 3، وغنزيدوا 3 اخرى 1 2 3. يعني هنا ولات عندنا 6 سلاسل. فنرجعوا هنا لهاد الثالثه ونوضعوا فيها غرزه بيكو بهذا الشكل هذا. هنا ممكن توضعوا غرزه منزلقه، يعني ماشي مشكل. هنا غنوضعوا اعمده في وسط هاد الدائره هذه اللي كوناها. غنوضعوا هنا 7 الاعمده، كل عمود فوق في الراس ديالو غادي يكون عندنا غرزه بيكو. فهنا هاد العمود غنرتفعوا 1 2 3 السلاسل، وغنرجعوا لهنا لهاد الراس هذا اللي ما بين هذاك العمود وما بين هذوك 3 السلاسل. غتلقاو هنا هاد الراس، فغنوضعوا فيه هنا غرزه بيكو بهذا الشكل، وغنرجعوا نخدموا في وسط هاد الدائره هذه. الحرير في الاول تيكون صعيب، كنت غنوضع لكم في الصوف، ولكن فضلت انني نوضعها بالحرير باش الشكل يبان لكم واضح. 1 2 3، دائما 3 السلاسل، ونرجعوا لهاد النقطه هذه ونوضعوا هنا غرزه حشو، ولكن هذه هي غرزه بيكو. هنا الا لاحظتوا وضعنا 3 الاعمده، كل عمود في الراس ديالو غرزه بيكو. فنرجعوا نوضعوا العمود الرابع، انا تنخدم شويه باش هنايا تفهموا مزيان الخدمه كيفاش غادا تكون. 3 السلاسل، تنرجعوا لهاد هذا الراس هذا. فهنا من بعد ما كملت هاد 7 الاعمده اللي قلت لكم، غنرتفع ب4 سلاسل. 1 2 3 4. من بعد ما ارتفعت بهاد 4 السلاسل، فغنجي لهاد السلسله الاولى، اللي وضعت، وغندير عليها غرزه حشو بهذا الشكل هذا، وغندور الخدمه. غندورها باش غادي نخدم على هذوك 4 السلاسل. 1 2 3. هنا فين توصلوا لهاد العدد 3 وضعوا الاصبع ديالكم باش تعقلوا عليه. 1 2 3، وغنرجعوا لهاد 3 الاولين، وغنوضع هنا غرزه بيكو، وغنخدم على هاد 4 السلاسل اللي قلت لكم. غنخدم عليهم 7 الاعمده كيف ما خدمت في الاول في اللوي والخيط. ونرجعوا لهذوك 4 السلاسل، وغادي نخدموا عليهم 1 2 3. فغنرجعوا دائما هاد الجوج اللي عندنا هنا، جوج الخيوطه، وغنخدموا عليهم غرزه بيكو. فانا هنا غادي نكمل الخدمه على هاد 4 السلاسل. غنخدم 7 الاعمده. هنا غادي نخدم 7 الاعمده كما قلت لكم.
وغادي نرجعو نتلاقاو باش نشوفوا هاد الخدمه كيفاش غنكملوها. هنا وصلنا ل7 الاعمده اللي قلت لكم، كل عمود في الراس ديالو غتلقاو غرزه بيكو. هنا 1 2 3 4 غنرتفعوا ب4 سلاسل وغنرجعوا لهاد غرزه بيكو اللي عندي الاولى اللي درتها في هذيك الدائره الاولى، وغنوضع غرزه حشو وغنرجع كذلك ندور الخدمه، وغادي نخدموا على هاد 4 سلاسل هادو اللي كوناهم هما اللي غادي نبقاو نخدموا عليهم. 1 2 3 دائما من توصلوا 3 وضعوا الاصبع ديالكم 1 2 3 وغترجعوا في هاد الثالثه اللي وضعتوا عليها الاصبع ديالكم تخدموا عليها غرزه، تخدموا في هاد 4 اعمده، هذا 4 سلاسل عفوا، غنرجعوا نخدموا عليهم 7 الاعمده كيف ما درنا في السابق. كما وضعنا غنرجعوا نكملوا دائما هنا غرزه بيكو، فغترجعوا تكملوا هنا كما قلت لكم هذوك 7 الاعمده. انا غنكمل هاد 7 الاعمده، فهنا كملنا هاد 7 الاعمده اللي عندنا. غنرجعوا نرتفعوا 1 2 3 4 4 السلاسل ونرجعوا مره اخرى لهاد غرزه بيكو الاولى اللي عندنا، نخدموا في الوسط ديالها غرزه حشو بهذا الشكل هذا، ونقلبوا الخدمه ونرجعوا نوضعوا نفس العمليه، نرتفعوا ب3 سلاسل، نرجعوا نفس الطريقه اللي خدمنا بها غادي نكملوا بها هنايا الخدمه. فهذا هو الشكل النهائي ديالها، تجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه خصوصا ملي كتطوال، ملي كديروها على طول يعني اللي نتوما باغينه. ممكن كذلك تلصقوها حتى في الحاشيه ديال الاكمام، تجي زوينه. شكرا على المتابعه.